السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي، لو انت يا واد مفكر نفسك انك انت فاهم قاعدة باسكال، فخلينا نأجل الإجابة على السؤال ده كويس قوي بعد ما تسمع الحصة دي كويس جدا. الحصة دي هدية مني ليك. يعني أنا عايزك بس، كل اللي عايزه منك دعوة، مش عايز منك أكتر من كده. خلاص، عايز أقول لحضرتك إن مبدأ باسكال إن شاء الله هتفهمه بشكل كويس جدا. النهاردة هنشرحه وهنحل عليه كمان، فصلي على الحبيب، صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا. بص يا سيدي، مبدئيا كده تعالى نستنتج اصلا الموضوع من البدايه انا وانت مع بعض. تخيل معايا كده ان احنا لو جينا قلنا ان احنا معانا اسطوانه بالشكل اللي سيادتك شايفه ده، والاسطوانه دي، عارف يا واد الحله اللي عندك في البيت في المطبخ؟ ها، الحله ليها غطا صح؟ الغطا القطر بتاعه اقل سيكه من القطر بتاع الحله. ليه؟ عشان الغطا يدخل جوه الحله. احنا هنعمل نفس القصه بالظبط. هنجيب اسطوانه اللي هي الحله اللي عندك في البيت، وهنروح نجيب الغطا، ولكن الغطا ده حضرتك الغطا ده هيكون اقل شويه، بحيث ان الغطا ده او الاسطوانه اللي انا برسمها لك دلوقتي دي تقدر تتحرك داخل الاسطوانه اللي انت هتحط فيها دلوقتي كميه من مين؟ هنجيب كميه من الغاز ونحطها داخل الاسطوانه المعدنيه، وهتبدا تضغط على الغاز ده بالاسطوانه بتاعت سيادتك، والاسطوانه دي هنسميها المكبس. خلاص؟ جايه من ان انا بكبس بيه على الغاز او بكبس بيه على السائل، جايه من كبس. ها، مش كبس بتاعت التيك توك، لا، هنكبس بيها على الكميه بتاعتنا من الغاز. سامحني انا مش هقلش تاني، مش هقول حاجه تانيه، حقك عليا، انا اسف والله، لان انا منك اقفل اصلا الفيديو وما اسمعه. خلاص؟ المهم يعني، فحضرتك دلوقتي تخيل معايا كده، لو انا اثرت هنا بقوه على المكبس ده، المكبس ده خد بالك له مساحه، لو انا اثرت بقوه، القوه على المساحه يديني ضغط، فيبدا يتحرك معايا المكبس ده لاسفل. ليه يتحرك لاسفل؟ اقول له لانك انت اثرت عليه بضغط معين. طب قابل للحركه ولا مش قابل؟ اكيد المكبس ده قابل للحركه لاسفل. ايوه، ليه قابل للحركه؟ اقول له لان بكل بساطه الغاز ماده من طبيعتها ان الذرات في براح ما بين كل ذره والثانيه، في مسافات بينيه ما بينهم، فلما حضرتك تضغط على كميه الغاز تتقارب الذرات، وعادي جدا حجم الغاز يتغير معايا، مفيش مشكله، قابل للانضغاط. لما اجي اسال معاليك سؤال، احتماليه ان الاناء ده ينفجر، احتماليه انفجاره بنسبه كام في الميه؟ تقول لي يا مستر والله حضرتك لما هتاثر بضغط الغاز هيمتص الضغط ده والغاز ينضغط وحجمه يتغير. حضرتك احتماليه يعني انه ينفجر لو اثرت وكبست على الغاز ده بضغط عالي قوي قوي، احتماليه انه ينفجر مثلا بنسبه 10%. وارد، انما صعب جدا انه ينفجر، لان كل ما هتاثر على الغاز بضغطه كل ما الغاز معايا حجمه هي ايه؟ حجمه هيقل ويتغير معايا. دي البدايه، وافهم كويس قوي. نقول له طيب ماشي، وبعدين ايه رايك هنجيب نفس الاسطوانه هي نفس الاسطوانه هي، وهنروح نحط فيها كميه، بس المره دي بقى الكميه اللي هتتحط جوه الاسطوانه سائل، وهنروح نجيب نفس المكبس هو وبرضه هنأثر بقوه على المكبس. المكبس ده يعمل ايه؟ والله حضرتك في الحاله الاولى دي المكبس اتحرك معايا لاسفل وضغط كميه الغاز، لان الغاز من طبيعته الفيزيائيه والكيميائيه قابل للانضغاط. اما السائل ده ماده غير قابله للانضغاط. السائل ذراته خنيقه، بص مش طايقه نفسها، خلقها ضيق. اقول لك ايه، احنا كده ملزقين جنب بعض ومش طايقين بعض اساسا. تيجي انت تضغطني والله ما هتحرك من مكاني. المسافات البينيه بتاعت طبيعه السوائل، المسافات البينيه قليله، فهو ماده غير قابله للانضغاط. بس حضرتك دلوقتي انت بتزق المكبس اللي بيلم السائل او بيضغط على السائل بضغط او بقوه معينه. السائل يقول لك وربنا ما هنضغط. طب ايه اللي يحصل؟ بص بقى، دي الحته بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصل لها. نقول له حضرتك دلوقتي هتلاقي ان السائل معانا او المكبس معايا هاثر عليه بقوه على المكبس، فالمكبس ياثر معايا بضغط. السائل لا ينضغط، امال السائل هيعمل ايه؟ السائل هياخد الضغط ده ويوزعه بالتساوي على كل جدران الاناء بالشكل اللي انت شايفه.
فالسائل هنا ما دوره الا وسيط. انا مش هنضغط يا عم انت، انا دوري ايه؟ وسيط. ياخد الضغط من المكبس ويروح يوزعه على كل جدران الاناء. اصبح جدران الاناء دلوقتي بتتزق ولا ما بتتزقش؟ بتتزق. بتتزق بايه؟ بتتزق بضغط معين اللي تسبب في وجوده المكبس اللي سيادتك شايفه. وده يتسبب في ان الاناء معايا او الاسطوانه اللي فيها السائل قابله لمين؟ قابله للانفجار. سهل جدا انها تنفجر. نقول له طب وهل حصل هنا الكلام ده؟ اقول له لا. حضرتك هنا تقول لي طب ما كان بيأثر على جدران الاناء. اقول له لا، لان الغاز هنا حضرتك كان بيمتص الضغط معايا وحجمه يتغير، مفيش مشكله. انما السائل هنا غير قابل للانضغاط، وبالتالي السائل ياخد الضغط بالكامل اللي جاي فوق دماغه من المكبس ويوزعه بالتساوي على كل جدران الاناء. علشان كده نقول له لو زودت قيمه الضغط الاناء اللي قدامك ده يحصل له عمليه انفجار. اهو اللي انا قلته ده هو ده اللي بنسميه مبدأ باسكال. طيب استنى بس يا مستر، قبل ما تقول مبدأ باسكال لو سمحت قول لي الكلام اللي انت قلته ده تاني بس بشكل ايسر او بمثال تاني. تخيل معايا هنا رحت جبت لك ازازه ميه، وازازه الميه دي فاضيه. فاضيه يعني تحتوي على هواء، والهواء غاز. اقفل الانبوبه دي او اقفل الازازه دي كويس جدا، وروح امسك الازازه دي حضرتك واضغطها بايدك، اعفصها بايدك، دوس عليها برجلك، بس حضرتك قافلها كويس جدا. ايه اللي يحصل للازازه؟ برافو زي ما انت قلت كده. نقول له يا مستر تتطبق. هل فتحتها؟ لا. خرج منها غاز؟ لا. دخل لها غاز؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ لما اتطبقت في ايدي حجم الغاز اللي جواها اتغير. هل انفجرت؟ لا ما انفجرتش. انما هنا هات نفس الازازه هي بس روح املاها سائل واقفلها كويس جدا واضغط عليها باقصى قوه عندك. هل تنضغط؟ تتكرمش في ايدك يا واد؟ اكيد لا. امال ايه اللي يحصل؟ يا مستر انا باثر عليها بقوه بس مش قادر، ده اخري. هاتها وخلي العربيه تدوس عليها تنفجر من جنابها. طب ليه انفجرت؟ اقول له علشان السائل لما انت اثرت ومسكت الازازه واثرت عليها بقوه من الجنبين حضرتك، السائل عمل ايه؟ السائل ده قام بدور وسيط مش اكتر. خد الضغط اللي بيأثر على السائل وراح أثر بيه على كل جدران الإزازة. أصبحت جدران الإزازة دلوقتي بتعمل إيه؟ بتتزق بقوة. القوة دي هي السبب في إن الإزازة دي تنفجر يا شباب. هو ده اللي بنسميه يا حبيب قلبي مبدأ باسكال. يبقى إيه هو مبدأ باسكال؟ الضغط المؤثر على سائل. السائل يعمل إيه؟ ياخد الضغط ده ويوزعه بالكامل بالتساوي على جدران الإناء. يعني انت عايز تقول مبدأ باسكال بيقول ان السائل دوره همزة وصل، ده وسيط. وسيط مش اكتر من كده. وسيط بين مين ومين؟ بين جدران الاناء وبين القوة اللي انت بتأثر بيها على السائل. السائل ياخد القوة ويقول له عيوني انا هوصلها لجدران الاناء وهزق بيها جدران الاناء. ده اللي بنسميه مبدأ باسكال. عارف المبدأ ده عمل ايه؟ اتسبب في اختراع عظيم. الكلمتين دول يا مستر ان السائل بياخد الضغط يوزعه بالتساوي على جدران الاناء عملت اختراعات. لا ده ما اقولكش، كميه اختراعات مهوله غير طبيعيه. تعال بقى يا بطل، بعد ما فهمت يعني ايه مبدأ باسكال فهمته كويس قوي. مش كلمتين حضرتك بتقراهم وشكرا وتعريف. الفيزياء مش تعريفات بتتقري ولا تعريفات هنقراها يلا تعريف مبدأ باسكال لا بلا بلا وتقعد في البيت مش فاهم اي حاجه. انا مش عايزك تعمل كده مع الفيزياء، الله يرضى عنك يا حبيبي. خلاص يلا بينا يا بطل نروح نشوف استفدنا ايه من الكلمتين اللي انت قلتهم دول، بس بعد ما تصلي على حبيبك عليه الصلاه والسلام. تخيل معايا كده ان انا جيت قلت لك دلوقتي الصندوق اللي قدامك ده، الصندوق ده حضرتك علشان يتشال من على الارض محتاج قوه. القوه دي 25 نيوتن مثلا. وانا يا ولداه الشخص الغلبان التعبان الضعيف قوتي 10 نيوتن. ولو سألت معاليك سؤال، هل احمد اللي قوته 10 نيوتن يقدر يشيل الصندوق اللي محتاج قوة 25 نيوتن عشان يتشال؟ اقول له لا قطعا لا. ده محتاج واحد قوي قوته اكبر من 25 علشان يقدر يرفع الصندوق من على الارض ويشيله. السؤال بقى
ان مبدأ باسكال قدر يحقق معادلة صعبة جدا. مبدأ باسكال قدر يحقق ان احنا ممكن نحول قوة احمد، هو نفس الشخص، ممكن نحول قوته اللي هي 10 نيوتن ل 200 نيوتن. ازاي يا عم؟ والله ده اللي هنتعلمه دلوقتي، واحدة واحدة كده بالمنطق هنتعلم مع بعض انا وانت ان شاء الله. يبقى حضرتك دلوقتي مبدأ باسكال قدر يحول القوة الصغيرة لقوة كبيرة. يا مستر مش مصدقك، ازاي يا حبيب قلبي؟ طب ما تيجي اقول لك مثال من بره، واحدة واحدة هنقعد نحل ونشتغل مع بعض. نقول لحضرتك لو جيت بصيت على العربية دي، وانا في الرسم ما اقولكش يعني سامحني على القرف اللي انا برسمه ده. العربية دي حضرتك وهي ماشية على الطريق، لو كانت ماشية سرعة مثلا 200 كيلو متر على الساعة، 200 كيلو متر على الساعة، سرعتها عالية جدا. العجلات دي بتتحرك ازاي؟ يا مستر ده انا مش شايفها من كتر السرعة، بتتحرك بسرعة كبيرة جدا. والعربية كتلتها كبيرة، العربية تقيلة حضرتك. انا عايز اوقف العربية دي، تفتكر نجيب كام شخص يقف كده قصاد العربية وهوبا يلا ويصدها ويوقفها؟ ده انت محتاج ناس كتير جدا ومش هيقدروا يوقفوها. يعني انت محتاج قوة كبيرة جدا علشان تقدر توقفها. محتاج. ده سرعتها 200 كيلو متر على الساعة. يا ترى نجيب قوة الكبيرة دي منين؟ اقول له بص بقى، الراجل اللي بيسوق العربية عنده دواسة اسمها دواسة الفرامل، يدوس عليها بقوة رجله، يدوب يلمس دواسة الفرامل، الدواسة اللي هنا دي، فالراجل يأثر عليها بقوة رجله اللي هي القوة الصغيرة جدا. ازاي القوة الصغيرة اللي انا بدوس برجلي بيها على الفرامل، القوة الصغيرة دي ازاي قدرت توقف العربية الكبيرة دي؟ ازاي يا مستر القوة الصغيرة اللي انت زقيت بيها دواسة الفرامل برجلك اتحولت لقوة كبيرة قدرت توقف العربية؟ وده اللي احنا عايزين نجاوب عليه. موجود في الحقيقة ولا مش موجود؟ نقول له والله ده بيحصل في حياتنا كل يوم، كل العربيات اللي احنا سايقينها بيحصل فيها ده. بس انا مش عارف اجاوب ازاي على السؤال ده. هو انتوا ازاي؟ ايه الفرامل دي؟ اهي الفرامل دي هي اللي احنا عملناها جوه كل العربيات بمبدأ باسكال اللي احنا بنتكلم عليه. ان ازاي مبدأ باسكال يقدر يحول قوة صغيرة لقوة كبيرة، وده اللي هنتعلمه دلوقتي ان شاء الله. عارف كل اللي انا قلته لك دلوقتي لغاية ما يخرج كام دقيقة من الفيديو هم اهم جزء في الدرس، اللي هو انا مش عايزك تتعامل مع الفيزياء كلمتين عشان امتحان، ولا تعريفين بيتقروا من السبوره وخلاص. انا عايزك تتعامل مع الفيزياء يا حبيب قلبي جزء انا مستمتع بيه بتعلمه، وبيضيف لي حاجه في حياتي علشان اقدر بعد كده وانا بذاكر ابقى مستمتع حتى فاهم، فاقدر اطلع باكبر استفاده ممكنه على قد ما اقدر من الجزء اللي انا درسته واتعلمته. طيب خلاص فهمت الدرس بتاعي عايز يقول ايه، فهمت ايه مبدأ باسكال، بس عايز اعرف هو انت ازاي هتقدر تحول قوه صغيره الى قوه كبيره. الحقيقه محتاجين حد عشان يسمع الفيديو ده ويفهمه كويس قوي، برضه يكون ذاكر ضغط كويس جدا، يكون ذاكر الجزئيات اللي فاتت كويس قوي علشان الامور تبقى سهله معاك ان شاء الله. بص يا حبيب قلبي، صلي على الحبيب. احنا اتعلمنا مع بعض انبوبه ذات شعبتين، وقلنا ان انبوبه ذات شعبتين عباره عن انبوبه ذات فرعين، كل واحد منهم ليه مساحه مقطع مختلف او الاثنين شبه بعض. احنا هنا بقى عشان نستفيد من مبدأ باسكال لازم نجيب انبوبه ذات شعبتين، بس لازم واحده مساحه مقطعها كبير والتاني مساحه مقطعها صغير. لازم نقول له طيب يلا، ادي واحده مساحه مقطعها كبير وادي واحده مساحه مقطعها صغير بالشكل اللي حضرتك شايفه. دي اسطوانه. الاسطوانه اللي قدامك دي عباره عن فرعين، اسطوانه ذات المساحه الاكبر واسطوانه ذات المساحه الاقل. وبما ان دي ذات المساحه الاقل فهنسميها اي سمول، مساحه مقطعها يعني مساحه المقطع اللي انت شايفه ده. وهنا بما ان دي الانبوبه ذات المساحه الاكبر فهنسميها المساحه بتاعتها اي كابيتال. وهنروح نجيب مكبسين، خليكم معايا كده ثواني، وهنروح نجيب مكبسين. مكبس اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو غطا الحله، فهنروح نجيب مكبسين. مكبس مساحته هنا تناسب مساحه الانبوبه الاقل، وهنا هنجيب مكبس كبير بالشكل اللي سيادتك شايفه ده اهو، بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بص معايا كده،
تمام. وبعدين وهات كميه من السائل. عايزين نستفيد بقى من مبدا ايه؟ من مبدا باسكال اللي انت اتكلمت عليه. اهو ده سائل اهو. السائل ده زيت مثلا. هو في سؤال حضرتك اتعلمنا في انبوبه ذات شعبتين، لو انا ضغطت على سائل في الفرع ده فانخفض الى اسفل، السائل ده في الفرع الثاني يحصل له ايه؟ يرتفع. نقول له يعني انا لو ضغطت هنا بقوه على المكبس الصغير فهنسميها القوه اف سمول، بما ان دي القوه الصغيره اللي بتاثر على المكبس الصغير. وهنا حضرتك لو انا اثرت بقوه صغيره على المكبس الصغير، علشان كده ده بنسميه المكبس الهيدروليكي. تخش البنزينه حضرتك تلاقي ان الراجل في عربيه كبيره، الراجل بيرفعها لاعلى والراجل يدخل تحت العربيه ويصلحها. نقول له هو انت ازاي رفعت العربيه دي الارتفاع ده كله؟ نقول له عن طريق المكبس الهيدروليكي. خلاص، اللي هو نفس المبدا اللي اتبنى عليه الفرامل بتاعه العربيه. نقول له طيب المهم وبعدين نقول له حضرتك يعني المكبس الكبير ده المفروض انه شايل عربيه مثلا، حاطين عليه عربيه، ازاي بقى هنأثر على المكبس الصغير ده بقوه صغيره؟ القوه الصغيره دي تترجم وتتحول لقوه كبيره هنسميها هنا اف كابيتال، تقدر تزق العربيه وترفعها لاعلى. ده اللي احنا عايزين نثبته لك بالارقام دلوقتي ان شاء الله. تعال نفترض جدلا مع بعض ان احنا هنأثر على المكبس الصغير ده بقوه، القوه دي مثلا ب 100 نيوتن، وان مساحه مقطع المكبس الصغير ده اللي هي الاي سمول خلينا نقول ان هي مثلا بتساوي يا سيدي لما انت 2 ايه يا مستر؟ والله 2 متر مربع، 2 سنتيمتر مربع، مش مشكله بالنسبه لنا الوحدات، احنا كلنا عارفين الوحدات كويس قوي التحويلات ما بينها. والمساحه الكبيره دي تعال نفترض جدلا مع بعض ان هي بتساوي مثلا 4، او لو هنزودها كمان نخليها 10. فلو دي 2 سنتيمتر مربع فدي هتبقى 10 سنتيمتر مربع، لو دي 2 متر مربع فتبقى دي 10 متر مربع، باختلاف الوحدات. ما عندناش مشكله مع الوحدات دلوقتي. خلاص، المهم عندي مساحتين وعندي قوه صغيره. السؤال بقى ازاي القوه الصغيره دي مبدا باسكال يترجمها ويحولها لقوه كبيره تقدر تشيل العربيه وترفعها لفوق. بص يا حبيب قلبي، دلوقتي انت لما تدوس على المكبس الصغير وتاثر عليه بقوه، في قوه وفي مساحه، يبقى ده معناه ان الاثنين يدوني ضغط. ممكن تقول لي السائل ده هيتاثر بضغط قد ايه؟ اقول له والله انت قلت لي في مبدا باسكال من شويه ان حضرتك لما هتاثر على السائل بضغط، السائل يعمل ايه؟ ياخد الضغط ويوزعه لجدران الاناء بالكامل بالتساوي. علشان كده قول لي الضغط من فضلك اللي هيتاثر بيه السائل دلوقتي. اقول له والله البي بتساوي قوه على مساحه، يبقى البي عندي دلوقتي الضغط اللي بيأثر بيه المكبس الصغير على السائل عبارة عن 100 مقسومة على الاثنين فيروح يديني 50. 50 ايه؟ 50 باسكال. يبقى دلوقتي السائل جوه المكبس بيتأثر بضغط قد ايه من المكبس الصغير؟ 50 باسكال. طب حضرتك الضغط ده السائل يعمل فيه ايه؟ هل السائل ينضغط؟ اقول له لا، ده انا اول ما هضغط واحرك السائل او المكبس ده لاسفل ده هيتحرك لايه؟ لاعلى. بص بقى، يبقى دلوقتي السائل ده بيتأثر بضغط قيمته كام؟ 50. فالسائل ياخد الضغط اللي هو 50 ويأثر بيه على كل جدران الإناء بالشكل اللي انت شايفه. بص على الأسهم، يبقى السائل هو همزة الوسيط اللي هياخد الضغط المؤثر عليه بالكامل ويوزعه على كل جدران الإناء. ركز معايا بقى، السائل دلوقتي محمل برسالة شايل ضغط، معاه ضغط قيمته كام؟ 50، وبيزق المكبس الكبير لأعلى. بيزق المكبس الكبير لأعلى بضغط قيمته كام؟ يا مستر 50 باسكال. الضغط هو اللي اتنقل من المكبس الصغير للمكبس الكبير. حلو قوي. ممكن بقى سيادتك تقول لي المكبس الكبير ده بيتزق الأعلى بقوة قد إيه؟ أقول لي دي سهلة بقى. اولا الضغط اللي بيزق المكبس عندك 50 باسكال ومساحته ب10، المساحه عندك يبقى ناقص لي القوه. وده يخلينا نرجع للجزئيه بتاعه الضغط بتاعتنا. فاكر يا واد المثلث بتاعنا؟
ان الضغط بيساوي قوه على مساحه. يبقى لو انا عشان اجيب القوه هضرب مين في مين؟ يبقى القوه بتساوي ضرب الضغط في المساحه. يلا احسب لي الاف كابيتال. مين الاف كابيتال؟ القوه الكبيره اللي هتزق المكبس ده لاعلى. والله الضغط عندي ب50 والمساحه الكبيره عندي ب10، فتطلع معايا ان الاف كابيتال ب500 باسكال. ايه ده؟ ده حضرتك دلوقتي كان معايا قوه صغيره كحيانه قيمتها 100 نيوتن، وبقدرة قادر بسبب مبدأ باسكال اتحولت واترجمت معايا من 100 نيوتن اتحولت معايا لقوة 500 نيوتن. القوة اتضاعفت ولا ما اتضاعفتش؟ نقول له اتضاعفت معايا القوة أضعاف حضرتك. ويبقى هو ده الهدف والدور بالإثبات بالأرقام قدام سيادتك أهو، إزاي مبدأ باسكال قدر يحول قوة صغيرة لقوة كبيرة جدا بالشكل اللي أنت شايفه. ونقعد نلعب بقى. لو انا عايز دلوقتي يا مستر عايز القوه هنا تكون اكبر من 500، زود المساحه. خلاص؟ فكل ما تزود مساحه مقطع المكبس الكبير اللي عندك كل ما بناء عليه قيمه القوه هي كمان هتزيد معانا. وبالتالي انت عايز تقول هنا ان الضغط يا مستر اللي بيأثر بيه المكبس الصغير بيساوي الضغط اللي بيأثر بيه او بيتأثر بيه المكبس الكبير. ودي حته حلوه قوي، تعال نطلع منها بعلاقه مهمه. بص يا سيدي، ده معناه بما ان الضغط اللي بيأثر بيه المكبس الصغير على السائل هو نفس الضغط اللي بيتأثر بيه المكبس الكبير، الضغط الصغير بتاع المكبس الصغير عبارة عن اف سمول على الاي سمول، والضغط اللي هيتأثر بيه المكبس الكبير عبارة عن اف كابيتال على الاي كابيتال. ومن العلاقة دي يا باشمهندسين نقدر نقول له نجيب الافات في طرف والمساحات في طرف. فانا ممكن اقسم بسطه على بسطه تبقى اف كابيتال على الاف سمول بتساوي اي كابيتال على الاي سمول، وتبقى دي اول علاقه من العلاقات المهمه جدا اللي معانا اللي احنا هنستخدمها كتير قوي في الحل بتاعنا ان شاء الله على الجزئيات بتاعه مبدا باسكال او قاعده باسكال. خلاص صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. كشكولك معاك وانت بتسمعني بقى بطل. يلا اكتب لي دي على جنب وتبقى انت فهمت جات منين بالظبط. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. بص يا سيدي، ادي حاجة. ايه تاني عايز تعرفه عن مبدأ باسكال واحدة واحدة كده، او المكبس الهيدروليكي بشكل عام؟ لما نيجي نبص على المكبس الهيدروليكي يا شباب، خلينا نتأكد بس من المايك تمام والصوت تمام. تمام. بص معايا كده، لو جيت بصيت معايا يبقى احنا خدنا علاقة هي على جنب، قلنا ان الاف كابيتال على الاف سمول بتساوي اي كابيتال على الاي سمول. ادي اول علاقة طلعنا بيها. لو جيت بصيت على المكبس الصغير او المكبس الهيدروليكي بشكل عام بالشكل ده، حتى لو ده باين ان هو اهو، بص معايا كده، المكبس الكبير بتاعنا اهو، بص معايا كده، ادي الاف سمول وادي الاي سمول، ادي الاي كابيتال، وهنا المفروض الاف كابيتال. ده هيتاثر لاعلى بقوه اف كابيتال. وهنا طبعا معانا كميه السائل بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض. بص يا حبيب قلبي، مبدئيا كده المكبس ده بالقوه الاف سمول بتاعته لما زق بيها المكبس الصغير، المكبس الصغير يحصل له ايه؟ نقول له المكبس الصغير ده هيتحرك لاسفل ازاحه معينه. فتعالوا نفترض انه اتحرك الازاحه دي هسميها واي واحد. قصاد الازاحه اللي هيتحركها المكبس الصغير، المكبس الكبير طبيعي هيتحرك لاعلى برضه ازاحه. الازاحه دي هسميها واي 2. بس السؤال، هل مقدار الانخفاض اللي هيحصل في المكبس او في السائل هنا هل يعادل نفس مقدار الارتفاع هنا؟ قطعا لا.
لان احنا اتعلمنا ده في انبوبه ذات شعبتين. امال امتى يا مستر لو ده انخفض 5 ده ارتفع 5؟ لو مساحه المقطع للاثنين للفرعين متساوي، ده مش متساوي. وبالتالي ده السبب الرئيسي اللي خلاني اقول لك في بدايه الحصه ان لازم في المكبس الهيدروليكي تبقى مساحه واحده اكبر من مساحه الثانيه، ما ينفعش الاثنين يكونوا نفس المساحه. علشان كده ده يتحرك لاسفل ازاحه في نفس الزمن، خد بالك من دي، في نفس الزمن ده هيتحرك لاعلى ازاحه هسميها واي 2. انا عايز علاقه بتربط ما بين الاف والواي والاف والواي. يا ترى ايه العلاقه اللي بتربط الاثنين مع بعض؟ هقول العلاقه ان الشغل اللي بيتبذل على المكبس الصغير اللي هو ورك صغيره اهي بيساوي الشغل اللي بيتبذل على المكبس الكبير. يعني الطاقه اللي انت بتديها للمكبس الصغير هي نفس الطاقه اللي بياخدها المكبس الكبير، مع فرض طبعا ان المكبس ده مكبس مثالي. خلاص؟ يعني ايه يا مستر مثالي؟ يعني الطاقه هنا اللي انا بزق بيها المكبس ده لو 10 جول يروحوا للمكبس الثاني 10 جول عن طريق السائل. وده طبعا غير منطقي في الطبيعه، يعني بيقل شويه، بس هنفترض ان هو مثالي. يبقى الشغل المبذول على المكبس الصغير بيساوي الشغل المبذول على المكبس الكبير. وتفكرني كده بالشغل في اولى ثانوي كنا بنقول الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي قوه في ازاحه. يعني انا لو قدامي عربيه بزقها انا كاحمد، العربيه دي هتتحرك ازاحه معينه، فلو ضربت قوتي في الازاحه يديني احمد بذل شغل قد ايه عشان يحرك العربيه، بذل طاقه من طاقته قد ايه علشان يحرك العربيه. علشان كده بنقول هنا الشغل اللي بذله المكبس الصغير عباره عن الاف سمول في الازاحه اللي هي اسمها واي 1. طب الشغل اللي اتبذل على المكبس الكبير اف كابيتال مضروبه في الواي 2. يلا من العلاقه دي حضرتك ممكن تجيب لي الافات في طرف والوايات في طرف، فهتلاقي لو جبت الاف كابيتال على الاف سمول هتلاقيه بيساوي واي 1 على الواي 2. اذا العلاقه هنا علاقه عكسيه ما بين القوى وما بين الازاحات اللي بيتحركها كل واحد منهم. نقول له طب يلا زود لي هنا كمان في العلاقه دي لو سمحت. بص كده، زود لي لو سمحت حته هنا كده من فضلك. مش انت كنت قايل لي وثابت لي من شويه ان الاف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول؟ ايوه اهو، ولسه ثابت لي ان الاف كابيتال على الاف سمول بتساوي الواي 1 على واي 2. واحده واحده هنقعد نثبت العلاقات والقوانين بتاعتنا اللي احنا محتاجينها علشان نبقى قادرين وفاهمين كويس قوي ان اي مساله واي فكره نقدر نتعامل معاها بشكل كويس قوي. وبالتالي لغايه دلوقتي وصلنا لثلاث نسب او ثلاث علاقات من كل الكلام اللي احنا قلناه بنثبت واحده واحده. طيب يا سيدي ايه تاني عايز تثبته حضرتك؟ نقول له استنى، في حته حلوه قوي هنا. حضرتك قلت جمله من شويه، قلت ان حضرتك ده بيتحرك في نفس الفتره الزمنيه اللي بيتحرك فيها المكبس الكبير الاعلى. فالمكبس ده من اول ما اتحرك لغايه ما وقف مثلا خد ثانيتين، ده نفس الكلام برضه من اول ما هيتحرك لغايه ما يقف هياخد ثانيتين. اذا هنا الفتره الزمنيه الاثنين هيتحركوا مع بعض ويقفوا مع بعض. يبقى ما دام الفتره الزمنيه واحده، ده كان ماشي بسرعه وده كان ماشي بسرعه. ممكن تقول لي مين سرعته اكبر؟ اقول له اكيد ده سرعته اكبر. ليه؟ مش انت بتقول الاثنين خدوا نفس الفتره الزمنيه؟ ده مشي مسافه لتحت وده مشي مسافه لفوق. الاثنين مشيوا نفس المسافه في نفس الفتره الزمنيه. فكرني كده زمان كنا بنقول السرعه بتساوي ايه؟ اقول له السرعه بتساوي ازاحه على زمن او مسافه على زمن. ففي ثبوت الزمن ده معناه ان السرعه بتتناسب طرديا مع الازاحه، فاللي ازاحته اكبر هو اللي سرعته اكبر. طب هنا ده ازاحته اكبر، يبقى الفي 1 بتاعه المكبس الصغير سرعته اكبر من الفي 2 السرعه بتاعه المكبس الكبير الاعلى. علشان كده نقول له يلا يا ابني افتح القوس وزود النسبه بين الفي 1 على الفي 2 تلاقيها نفس النسبه بين كل النسب اللي انا كاتبها لك. يعني الاي كابيتال على الاي سمول بتساوي اف كابيتال على الاف سمول بتساوي واي 1 على واي 2 بتساوي في 1 على الفي 2. ها يا مستر يا ترى تحط لنا علاقات ثانيه؟ واحده واحده، اصبر واتك على الصبر. ما دام بتفهم كل علاقه جت منين اطمن على نفسك انت كده تمام التمام، ونطمن عليك في ثانويه عامه وفي ثالثه ثانوي ان شاء الله. نقول له طيب يا سيدي ها ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ والله خلاص كده. والله يا ابني حبيب قلبي ده انت ممكن تضيف من عندك انت كمان. ازاي؟ اقول له طب ما تيجي تكتب لي العلاقه دي يا مستر في صفحه لوحدها كده. يبقى حضرتك قلت لي اف كابيتال على الاف سمول بتساوي اي كابيتال على الاي سمول
بتساوي في 1 على في 2 بتساوي واي 2 على واي 1. ولا اوعى تتلخبط، الواي 2 دي ازاحه المكبس الكبير، ها، والواي 1 سوري، ده واي 1 على واي 2 اهي. واي 1 على واي 2. الواي 1 ازاحه المكبس الصغير، والواي 2 ازاحه المكبس الكبير. بتكتب عندك لو انت بتنسى بيساوي الفي 1 الفيهات والوايات والايهات. خلاص خلصنا. اقول له على فكره بقى، شايف المساحات دي؟ اقول له انا دلوقتي عندي مكبسين، واحد كبير والتاني صغير. الكبير ده نصف قطره ممكن نسميه ار كابيتال، والصغير نصف قطره نسميه ار سمول. ودي اسمها ايه كابيتال ودي اسمها ايه سمول. الاي كابيتال اللي هي مساحته عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار كابيتال تربيع اهو، باي في الار كابيتال تربيع. طب ومساحه المكبس الصغير؟ باي في الار سمول تربيع. الباي تروح مع الباي وتقول لها باي باي، فالباي تروح مع الباي، يتبقى لي ان ار كابيتال تربيع على ار سمول تربيع. ومن هنا يبقى معاليك كده، يبقى حضرتك كده قدرت بكل بساطه تقدر تثبت لنا كل العلاقات. مش واحد اهبل طالب عبيط يروح يقعد يحفظ قوانين من غير ما يفهم هي جت منين. كل النسب اللي قدامك دي بتساوي بعضها، فبما ان كل النسب دي بتساوي بعضها فاحنا هنسميها بمسمى ايتا، اللي بيعبر عن حاجه اسمها الفائده الآلية. الفائده الآلية. ومن هنا يبقى دي كل العلاقات اللي احنا محتاجينها واللي هنستخدمها في حل المسائل، زي ما انا هقول لحضرتك وهشرح لك في الافكار اللي هحلها لك دلوقتي باذن الله. خلاص؟ ومن لغايه هنا لغايه اللحظه دي لو انت فهمت كل كلمه انا قلتها فانت برنس في مبدا باسكال، لمه كويس جدا في جيبك ولا مساله تقف قدامك. ولكن في بقى ان جزء صغير تاخد بالك منه هقوله لك، ونبدا نحل على بركه الله على طول مع بعض ان شاء الله. المكبس الهيدروليكي ده ليه شويه حالات، ممكن نسميها حالات الاتزان او حالات تساوي الضغوط. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هاجي في السؤال واقول لك كده، ايه رايك لو انا جيت قلت لحضرتك دلوقتي تعالى نقسم السبوره دي كده 3 اجزاء، وجيت قلت لك ان انا معايا مكبس هنا الكبير او المكبس الهيدروليكي بشكل عام يعني اهو. لو جيت قلت لك المكبس الصغير ده هنا وده المكبس الكبير، وهنا في كميه السائل زي ما معاليك عارف اهو، تمام. وجيت قلت لحضرتك ان المكبس اللي قدامك ده انا رسمه لك كده في المساله وهو في حاله اتزان. يعني ايه في حاله اتزان؟ يعني حضرتك هو دلوقتي وصل لحاله السكون، لا ده بيتحرك ولا ده بيتحرك. عند الوضع اللي انت شايفه ده، اول ما ارسم لك اي مكبس هيدروليكي اول حاجه تعملها امسك المكبس الاوطى الواطي. امسك المكبس الواطي، خليك فاكر الجمله دي. امسك المكبس الواطي. مين الواطي؟ اللي هو الاوطى يعني، ها، ده الواطي. نقول له خد تحتيه وشد لي تحتيه حد فاصل. فلما تيجي تبص على الحد الفاصل اللي انت اخدته هتلاقي ان تحت الحد الفاصل في نقطتين في نفس السائل في نفس المستوى الافقي، اذا بيتاثروا النقطتين بنفس الضغط. وده المبدا والقاعده اللي احنا عمالين نبني عليها كل التطبيقات اللي شرحناها في الفيزياء، ان الضغوط عند جميع النقاط اللي في نفس المستوى الافقي وفي نفس السائل يتاثر كل منهما بنفس الضغط. اقول له يبقى النقطه دي لو سميتها 1 والنقطه دي سميتها 2، ده معناه ان البي عند نقطه 1 بيساوي البي عند نقطه 2. طيب واحده واحده كده، لو جيت بصيت على النقطه رقم 1 شايله كام ضغط فوقيها؟ شايله ضغطين. ضغط شويه السائل دول، ها، اللي هو البي ووتر، زائد ضغط المكبس نفسه اللي هو اف سمول على الاي سمول. طب المكبس الكبير ها بيأثر على السائل بضغط، ضغطه ده اف كابيتال على الاي كابيتال. ويبقى هنا الضغوط متساويه. يلا بينا نساوي. هنا بالنسبه لضغط المؤثر على نقطه 1 ضغطين، ضغط المكبس الصغير اف سمول على الاي سمول، زائد ضغط شويه السائل اللي هو الرو في الجي في الاتش اللي احنا اتعلمناها، رو في الجي في الاتش بيساوي الضغط المؤثر على نقطه 2 اللي هي اف كابيتال على الاي كابيتال. ومن هنا يبقى ادي العلاقه بتاعتك. دي علاقه الاتزان.
في الصوره اللي قدامك ارسم لك المكبس الهيدروليكي بالصوره دي، تجري تقول لي اتفضل بالعلاقه اللي هيحل بيها، يطلب منك اي طلب هو عايزه بقى. قول لي كثافه السائل، قول لي الاف كابيتال، قول لي مساحه مقطع ده، قول لي مش يطلب اللي هو عايزه، قول لي ارتفاع السائل الذي يعلو المكبس الكبير، يعني مثلا ممكن يطلب مني الاتش بتاعت الحته دي، والله اللي هو عايزه. خلاص، ادي حاله اللي هنسميها الحاله رقم 1. الحاله الثانيه عكس دي، ادي المكبس الكبير، ادي المكبس الكبير وادي المكبس الصغير بالشكل ده. هنا المكبس الهيدروليكي الاكبر وهنا المكبس الهيدروليكي الاصغر، وهنا عندنا كميه السائل اللي موجوده اهي بالشكل اللي معليك شايفه، وفي حاله اتزان المكبس بالشكل اللي انت شايفه. والله هنا انا عندي اف سمول على الاي سمول، ده ضغط المكبس الصغير. فين يا فندم الحد الفاصل اللي هتشتغل عنده؟ خد عند اوت الواطي. فين الواطي؟ ده الواطي اهو، اللي هو الاقل اللي تحت. فين النقطتين اللي هقول عندهم الضغوط متساويه؟ اهو والله دي رقم 1 ودي رقم 2. يبقى ده يخليني اقدر اقول ان البي عند 1 بتساوي البي عند 2. يلا بينا. نقطة 1 شايلة مين فوقيها؟ المكبس الصغير بس مفيش سائل، اللي هي الاف سمول على الاي سمول بيساوي. طب النقطة 2 بتتأثر بضغطين، ضغط شوية السائل الرو في الجي في الاتش زائد الاف كابيتال على الاي كابيتال. اهو الرو في الجي في الاتش زائد الاف كابيتال على الاي كابيتال، ودي الحالة رقم 2. الحالة رقم 3 بقى ان مفيش واحد فيهم مرتفع عن الثاني ولا واحد منخفض عن الثاني بالشكل اللي انت شايفه ده. ادي المكبس الكبير عندي وادي المكبس الصغير، ده بيأثر بضغط اف سمول على اي سمول، وده بيأثر بضغط اف كابيتال على اي كابيتال. يبقى فين الحد الفاصل اللي انا هشتغل عنده؟ والله اهو يا مستر، نقطة رقم 1 وادي نقطة رقم 2. يبقى الضغط عند 1 بيساوي الضغط عند مين؟ عند الاثنين. يبقى هنا اف سمول على الاي سمول بيساوي اف كابيتال على الاي كابيتال، وادي الثلاث حالات بتوع المكبس الهيدروليكي. خلاص، يلا بينا على بركة الله نبدأ نحل. بجمع لك كل الافكار على قاعدة باسكال، القصة والرواية كلها كده في كام مسألة هحلهم لك بالتفصيل، لان شرح من غير حل صفر على الشمال ملوش لازمة. فهمت؟ فهمت، بس لازم تشوفني وانا بطبق معاك. يلا بينا اظبط بس الصوت واتاكد منه تمام، ونبدا نحل على طول مع بعض ان شاء الله. يلا حبايبنا، تعالى بقى يا بطل، يجي دلوقتي الدور على اننا نحل على الجزئيات اللي احنا اتعلمناها. بس بصراحه في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لحضرتك قبل ما ابدا احل معاك على الكلام اللي انا قلته. خلاص، حاجه مهمه جدا عايزك تبقى انت فاهمها، بس عشان دايما الطالب اللي فاهم بيرتاح وبيريح، والله بيبقى مستمتع دايما وهو بيشتغل. بص كده معايا قبل ما نحل. المكبس الهيدروليكي هنا في سؤال جايز حضرتك بتسأله، يا مستر دلوقتي المكبس ده عبارة عن زي ما انت قلت من شوية ان انا عندي مكبس صغير هنا بنأثر عليه باف سمول، وده ليه مساحة اي سمول، وهنا حضرتك ده المكبس الكبير اللي المفروض بيكون شايل عربية مثلا. تمام؟ وحضرتك قلت لي من شوية ان السائل المفروض اللي موجود هنا، السائل اللي موجود هنا بينقل معايا الضغط من المكبس الصغير يروح ينقله للمكبس الكبير. واتفقنا ان عندنا حاجه اسمها اف كابيتال وهنا اي كابيتال، كل الكلام اللي احنا شرحناه بالتفصيل بفضل الله. ركز معايا كده في حاجه، الضغط ده السائل بيزق المكبس الكبير لاعلى ولا لاسفل؟ لاعلى، بقوه اسمها اف كابيتال، صح؟ طب دلوقتي يا مستر المكبس ده شايل عربيه كبيره عليه، العربيه دي ليها وزن ولا ملهاش؟ ليها وزن، والوزن ده قوه. ايوه قوه. خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، وزن دايما وزن اي جسم في الدنيا بيأثر لاسفل ولا لاعلى؟ لاسفل، لان لو مسكت القلم وسبته هيقع على الارض مش هيطلع لفوق، وبالتالي العربيه دي ليها وزن بيأثر لاسفل، والوزن ده قوه، فممكن نسمي ان وزن العربيه هنسميها اف كابيتال برضو. ايه ده؟ نفس الاف دي، نفس القوه الكبيره اللي بتزق بيها المكبس لفوق. ايوه، يبقى انا عندي كام قوه دلوقتي؟ عندي قوتين يا مستر. عندي الاف اللي بتزقها او السائل بيزق المكبس لاعلى باف كابيتال،
والعربيه بالمكبس الكبير، الاثنين ليهم وزن الاسفل، هل الاف دي اللي هو وزنهم نفس الوزن نفس القوه اللي انت بتزق بيها المكبس لاعلى؟ نفس القوه عادي. يبقى دلوقتي حضرتك وزن العربيه اللي هو عباره عن كتلتها في عجله الجاذبيه هي الاف كابيتال، هي. فيجي حضرتك تسال سؤال منطقي تقول لي ازاي يا مستر؟ المفروض دلوقتي لو العربيه بالمكبس بيأثروا القوه الاسفل، مثلا القوه دي مثلا اللي هي وزن المكبس بالعربيه يا سيدي 100 نيوتن، وحضرتك المفروض بتقول ان الوزن المكبس بالعربيه بيعادل القوه اللي السائل بيزق بيها لاعلى، اقول لك يعني الاف كابيتال برضه ب 100. نقول له ازاي بقى؟ اعقل كلامك بقى يا مستر، ده كده المفروض 100 الاسفل و100 الاعلى، يعني المفروض المحصله بصفر، يعني المفروض المكبس ده ما يتحركش، صح؟ اقول له والله هو كلامك فيه شيء من المنطق، بس لو انت مقتنع باللي انت بتقوله ده مليون في المية هو كلامك صح، بس ان ده اللي كلامك ده يدل على انك انت ساقط استاتيكا، ساقط ماده ميكانيكا، ساقط الجزء اللي انا شرحته لك من ماده الميكانيكا، لان الميكانيكا فيزياء، ده الجزء اللي انا شرحته لك في اولى ثانوي. بص على قوانين نيوتن يا حبيب قلبي. في قوانين نيوتن حالات الاتزان دي حته تفصيل التفصيل بقى، عارف انت، من قلب المعاميع بقى، قلب القلب، عشان تبقى انت فاهم قوي. فحضرتك دلوقتي ده المفروض ما يتحركش، لا هيتحرك، وهيتحرك لاعلى بالرغم ان في قوتين قد بعض وعكس بعض، يعني ده متزن متزن. فكرني كده يا واد بحالات الاتزان. ايه هي حالات الاتزان اللي درستها في ماده الميكانيكا استاتيكا ترم اول في ثانيه ثانوي؟ الترم اللي فات درست والله حالات الاتزان يا مستر، ان الجسم الساكن متزن. يعني متزن؟ ما دام الجسم بيتاثر بقوه وساكن، ده معناه ان القوه اللي بتزقه ناحيه اليمين قد القوه اللي بتزقه ناحيه الشمال. يعني انا لو جيت قلت لك معايا عربيه دلوقتي اهي، العربيه دي لو تتزق من هنا ب5 نيوتن وبتتزق من هنا ب5 نيوتن، يبقى محصله القوه المؤثره بتساوي صفر. وما دام محصله القوه المؤثره على اي جسم بصفر، ده معناه ان الجسم جسم متزن. يعني كلمه متزن؟ يعني تتزن القوه المؤثره من اتجاه مع القوه المؤثره في الاتجاه المعاكس. طيب ادي اول حاله من حالات الاتزان. يبقى لو الجسم ساكن متزن. في حاله ثانيه، فكرني يا واد بقانون نيوتن الثاني. والله يا مستر قانون نيوتن الثاني كان بيقول ان محصله القوه المؤثره على الجسم بتساوي كتله في عجله. اذا اي جسم متزن معناه ان محصله القوه المؤثره عليه بصفر، ده معنى كلمه اي جسم متزن. هل الجسم ممكن يكون متحرك ومحصله القوه المؤثره عليه بتساوي صفر؟ عادي، القوه اللي بتزقه يمين قد اللي بتزقه شمال. ازاي يا مستر المفروض يبقى ساكن بس هو متحرك؟ لا، متحرك عادي، بس بشرط لو الجسم ده متحرك بسرعه ثابته. لو ماشي بسرعه ثابته، العجله بتاعته عجله ايه؟ عجله صفريه. العجله يعني التغير في السرعه، فما دام الجسم ماشي بسرعه ثابته يعني العجله بتاعته بتساوي صفر. طبق لي كده عليه قانون نيوتن الثاني، محصله القوه بتساوي كتله في عجله. طب ما العجله بصفر، يبقى ده معناه ان محصله القوى المؤثره على الجسم بتساوي زيرو ومتحرك. يبقى يا مستر الجسم ده لو متحرك ومحصله القوى بصفر، ده معناه ايه؟ الشرط ايه؟ انه يكون متحرك بسرعه ثابته. اهو المكبس ده بيتحرك بسرعه ثابته. عشان كده بنقول لك ان الاف اللي بتزقه من تحت قد الاف المؤثره من ايه؟ من فوق. خلاص، دي حته تفصيليه قوي، سيادتك تبقى ومعاليك فاهمها كويس جدا، عشان اللي جاي تقيل مش سهل عليك، محتاج طالب فاهم مش حافظ. يلا بينا على بركة الله نبدأ نحل، وانا هجيب آلتي معايا اهو برضو علشان الامور تبقى واضحة. آلتي اهو هنركنها هنا، تيجي لا ما تجيش، خلينا نمسكها في ايدينا وخلاص. بيقول مكبس هيدروليكي مساحة مقطع مكبسه الكبير، دي المساحة مين؟ اي كابيتال. يبقى انا بترجم واحدة واحدة كده، الاي كابيتال بتساوي 1000 سنتيمتر مربع، دي مساحة المكبس الكبير. ومساحة مقطع مكبسه الصغير دي الاي سمول، يبقى الاي سمول عندي بتساوي 25 سنتيمتر مربع. ما مقدار القوة التي يجب التأثير بها على المكبس الصغير؟ يبقى هو الراجل عايز الاف سمول، لأنه بيقول أنا عايز القوة اللي هتأثر على المكبس الصغير لرفع جسم كتلته. أيوان، والله يا مستر أنت لسه قايل لي من شوية، لسه قايل لي ان الاف كابيتال القوه اللي بتزق المكبس من تحت نفس القوه اللي بتاثر عليه من فوق. طب هو دلوقتي شايل عربيه وزنها طن ونص، انا عايز اجيب اف كابيتال كده معايا.
مش الاف كابيتال دي وزن الجسم اللي على المكبس الكبير؟ ايوه. طب والوزن بيساوي ايه؟ كتله في عجله جاذبيه. الكتله بكام؟ ب1.5 طن، بس انا ما بشتغلش بطن، حول من طن لكيلو جرام، يبقى هضرب في 10 اس 3 مضروبه في عجله الجاذبيه اللي هي ب10، يبقى اصبحت الاف كابيتال عندي معلومه. يبقى الاف كابيتال اللي بتزق المكبس لفوق، المكبس الكبير، هي نفس وزن الحاجه اللي شايلها المكبس الكبير عندي. على آلتي 1.5 في 10 أس 3 في 10، فتطلع القوة معايا ب 15,000، يعني 15 في 10 أس 3 نيوتن. لغاية دلوقتي أنا كده كتبت معطيات المسألة. هو عايز إيه؟ عايز مقدار الفائدة الآلية، عايز الإيتا في المسألة بتساوي كام؟ الإيتا هنا علشان نجيبها، والله يا مستر الإيتا أنت قلت لي عليها من شوية ليها نسب كتير جدا. النسبة على حسب المعطيات اللي موجودة عندي في المسألة هقرر أنا هستخدم أنهي نسبة من النسب، كل النسب اللي أنا شرحتها لك في الحصة. والله أنا شايف إن أنا عندي مساحات أهي، أقول له خلاص بقى الإي كابيتال على الإي سمول، يبقى الإيتا بتساوي ال1000 معايا دي المساحة الكبيرة على ال25، فتطلع معايا إن الفائدة الآلية بتساوي كام؟ بتساوي 40. طب يا مستر، طب ما انا عندي الاف سمول، حضرتك هو الراجل كان عايز الفائده الاليه وعايز الاف سمول، انا طلعت له الفائده الاليه اهو. بكام الفائده الاليه؟ ب 40. طيب بما انك طلعت الفائده الاليه اللي هو الايتا اهي بتساوي 40، تقدر تجيب له الاف كابيتال؟ يلا نمسح دي وتعالى نشوف هنجيب له الاف كابيتال ازاي. هو مش انت لسه قايل لي ان الايتا الفائده الاليه برضه بتساوي اف كابيتال على الاف سمول؟ اقول له اه. وانت لسه حاسب لي ان الفائده الاليه ب 40 بتساوي الاف كابيتال والله ب 15 في 10 اس 3 على الاف سمول اللي انا ما اعرفهاش ودي اللي انا عايزها. يلا يا بطل، طرفين في وسطين وروح هات لنا الاف سمول وشوف تطلع بكام. يلا بينا. 15 في 10 اس 3 على ال 40، فيروح يديني ان الاف سمول ب 375 نيوتن، وادي قيمه القوه اللي الراجل عايزها. دي الاف سمول، القوه اللي هتاثر اهي. ما القوه؟ بيقول هنا ما مقدار القوه التي يجب التاثير بها على المكبس الصغير لرفع جسم. يبقى هنا عندنا طلبين جبناهم، ادي الاف سمول وادي الايتا الفائده الاليه. خلاص شباب، يلا بينا. تعالى كده نروح نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ايه؟ بيقول مكبس هيدروليكي قطر مكبسه الصغير، يبقى دي الار سمول، بيساوي 2 سنتيمتر، وتؤثر عليه قوة مقدارها، طبعا دي الاف سمول، بتساوي 200 نيوتن، وقطر مكبسه الصغير. لا يا مستر استنى، في حتة هنا يا واد اوعى تقع منك. ها؟ ايوه اللي انت قلته، برافو عليك وانت بتسمعني كده يا مستر. هو قال قطر ما قالش نصف قطر، علشان كده نقول له انا عايز الار، عايز نصف قطر مش عايز القطر في المساله. علشان كده اقول له خد القطر واقسمه على الاثنين، يبقى انا كده اجيب نصف قطر 2 على الاثنين فيروح يديني 1 سنتيمتر. والقوه مقدارها 200 نيوتن دي الاف سمول، وقطر مكبسه الكبير ده القطر، اقسمه على الاثنين يبقى انت جبت الار كابيتال اهو. ويبقى الار كابيتال كمان عندي بتساوي 12 سنتيمتر. بقسم على الاثنين لان انا محتاج انصاف اقطار مش محتاج الاقطار في المساله. فاذا علمت ان عجله الجاذبيه معايا جي، عايز ايه حضرتك؟ انا عايز 3 طلبات. عايزك تقول لي اولا الفائده الاليه. الفائده الاليه ما عندناش مشكله معاها، الايتا بتساوي نسب كتير جدا متساويه. خد النسبه اللي معطياتها موجوده عندك في المساله. والله انا عندي الارات موجوده، بركه يلا، يبقى ار كابيتال تربيع على ار سمول تربيع، يبقى الايتا بتساوي الار كابيتال ب 12 الكل تربيع، والار سمول بواحد الكل تربيع، فتطلع الايتا معايا ربع ال 12 فتطلع لي 144، ويبقى احنا كده معانا الفائده الاليه. طلعنا الفائده. بص دايما في مسائل قاعده باسكال خلي عندك مبدا، ايه هو؟ حضرتك
الايتا دايما هاجر اجيبها، عشان من الايتا هقدر اجيب اي كميه ثانيه انا عايزها. يلا ده الطلب الاولاني خلاص. تعال نبص على الطلب الثاني. بيقول عايز اكبر كتله يمكن رفعها بواسطه المكبس الكبير، ده عايز الام كابيتال. وانا علشان اجيب الام كابيتال لازم يبقى عندي اف كابيتال. ما هي الاف ايه؟ بص كده، الاف كابيتال بتساوي ام اللي هي القوه الكبيره، بتساوي ام في عجله الجاذبيه. فلو انا العجله عندي، لو الاف عندي يبقى انا جبت الكتله بكل بساطه. طب انا اجيب حضرتك الاف منين؟ اقول له طب ما انت عندك الاف سمول اهو في المساله. الاف سمول عندك ماشي، والايتا عندك. تعرفش تجيب الاف كابيتال؟ يبقى الايتا بتساوي اف كابيتال على الاف سمول. طب الايتا بكام؟ نقول له والله الايتا ب 144. طب والاف كابيتال ما اعرفهاش، اللي هي الاف الكبيره، على الاف سمول اللي هي ب 200. اتفضل يا سيدي، يلا طرفين في وسطين، طرفين في هبلين، والكلام الفاضي بتاع الرياضه اللي انت عارفه. تطلع الاف كابيتال معايا ادي 200 في 144، تروح تطلع لي 28800 نيوتن. كده انا ما جبتش طلب اللي هو عايزه، انا خلاص قربت اجيبه. هو كده الراجل عايز ايه يا مستر؟ هو عايز كتله. نقول له طب مش انت عارف ان القوه بتساوي كتله في عجله جاذبيه؟ يبقى من القانون ده يا باشمهندس نقدر نجيب له الام دي في طرف لوحدها. عباره عن ايه؟ عباره عن الاف مقسومه على عجله الجاذبيه. يلا يبقى الام عندي بتساوي الاف معايا ب 28800 على عجله الجاذبيه ب 10، فيروح يديني 2880 كيلو جرام. ادي يا سيدي الكتله اللي الراجل طالبها مننا في المساله. خلاص، صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. تعال نشوف الطلب الاخير اللي الراجل عايزه. الراجل طالب مننا هنا ايه؟ خلاص احنا الايتا طلعناها وعرفنا ان هي بتساوي 144 اهي. الايتا 144. بص كده معايا، الطلب الثالث عايز ايه؟ عايز الضغط الواقع على كل من المكبس الكبير والصغير. اقول له على فكره الضغط الواقع على الاثنين متساوي. ما هي دي الفكره اللي احنا بدانا عليها. نقول له ما هو الضغط اللي جاي من المكبس الصغير نفس الضغط اللي رايح للمكبس الكبير. يبقى هنا في الحاله دي احسب الضغط الناشئ من اي واحد فيهم. نقول له يبقى البي بتساوي اما اف سمول على الاي سمول او الاف كابيتال على الاي كابيتال. الاثنين واحد اهم، الاثنين بيساوي واحد، الاثنين قد بعض يعني. خلاص، مش النسبه بينهم بواحد. طب استخدم انهي واحده؟ ما قلنا مش فارقه، استخدم اي واحده فيهم، ما الاثنين هيطلعوا نفس الناتج. يبقى الضغط بيساوي، طب الاف سمول بكام عندي؟ ب 200 على المساحه اي سمول. على فكره الار سمول عندك، طب المساحه باي ار تربيع، ما هو المكبس ده دائري الشكل، دائري المقطع، يبقى باي في الار اللي هي واحد، بس اوعى تنسى واحد، ده 1 سم. واحد يبقى في 10 اس سالب 2 الكل تربيع. ومن هنا يبقى انت كده قدرت تطلع له قيمه الضغط. ليه ضربت في 10 اس سالب 2؟ احترم نفسك، بحول من سم لمتر، والتربيع عشان ده قانون المساحه. يبقى احنا هنا هنقول له 200 مقسومه على الباي مضروبه في 10 اس سالب 2، واقفل القوس وربع، فيروح يدي لك الناتج بتاعك اللي هو 636.6 في 10 اس 3 باسكال او نيوتن لكل متر مربع. ادي يا سيدي الفكره بتاعه المساله. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. خلونا نتاكد من الصوت بس بسرعه كده، علشان انا بسجل لكم الحقيقه يعني وانا لوحدي في البيت، تمام يعني. يلا بينا، تعالى نشوف السؤال اللي بعده. تعالى نشوف سؤال كمان، يلا. السؤال اللي هنا الراجل بيقول لنا ايه؟ بيقول اذا كانت كتله المكبس الكبير لمكبس هيدروليكي وعليه سياره، يبقى دي مين حضرتك؟ نقول له والله دي الام كابيتال. يبقى مبدئيا كده الام كابيتال اللي هي الام كتله المكبس الكبير بالعربيه اللي عليه ب 1500 كيلو جرام، ومساحه مقطعه الاي الكبيره بتساوي 2/10 متر مربع. تحسب القوه اللازمه على المكبس الصغير، الراجل عايز اف سمول، الذي مساحه مقطعه الاي سمول مدهاني اهي
ب 40 سنتيمتر مربع. ويعلو، بص بقى، ويعلو مستواه، بيتكلم عن المكبس الصغير، ويعلو مستواه على مستوى المكبس الكبير بمقدار 2.5، دي الاتش. إذا كان المكبس الهيدروليكي مملوء بزيت كثافته 800 وهو في حالة اتزان. صلى على سيدك عليه الصلاة والسلام. هو عايز القوة الصغيرة دلوقتي. طب أنا علشان أجيب القوة الصغيرة لازم يكون عندي قوة كبيرة وعندي مساحات. أقول له طب ما كل ده عندي، الدنيا سهلة. طب بس أنت عندك كتلة. أقول له ماشي مفيش مشكلة، يلا بينا. القانون بتاعنا هيبقى اف كابيتال على الاف سمول بتساوي بتساوي ايه؟ بس خد بالك من حاجة هنا بسيطة، خد بالك منها. حضرتك هنا بما ان الراجل كتب لك الحالة دي حالة من ضمن 3 حالات، خد بالك ما تروحش تقول لي الاف على الاف بتساوي ايه كابيتال على اسمه. ليه؟ بص كده، هنا الصح بتاعك ايه؟ انك انت تروح ترسم له العلاقة. ازاي؟ يعني ده المكبسين اهم، ادي المكبسين بتوعنا اهم. المكبس مين مرتفع عن مين؟ قال والله الصغير مرتفع عن المكبس الكبير. طب حضرتك احنا اتفقنا دايما ان احنا هناخد الحد الفاصل عند الواطي، يعني حضرتك ده بيرتفع عنه ب2.5. ومن هنا بقى نقدر نحل المسألة بناء على المعطيات اللي قالها. لو قال لك واحد مرتفع عن الثاني لازم تكتب المعادلة اللي انا اثبتها لك من شوية في الحالات الثلاثة. ما تروحش تقول لي اف على اف بيساوي على ايه وخلاص وشكرا، غلط. نقول له طب يلا بينا، كانت ايه الحاله؟ ان الضغط عند النقطه دي بيساوي الضغط عند النقطه دي، ادي 1 وادي 2. يبقى البي عند 1، انت تقول لي وانا لسه هتقول لي بي 1 وبي 2؟ ما انت ثبت لي من شويه يا مستر وخلصنا خلاص. اكتب المعادله على طول. يبقى هنا دي اف سمول ودي اي سمول، دي اف كابيتال ودي الاي كابيتال. وخد بالك من حاجه، ان هنا الراجل بيقول ان العربيه بالمكبس الكبير، كتلتهم كام؟ 1500 كيلو جرام. يعني انا على فكره كده معايا مين؟ انا معايا كده الاف كابيتال، ان انا هضرب كتله في عجله. يلا بينا. يبقى المفروض الاف سمول على الاي سمول زائد الرو في الجي في الاتش بيساوي الاف كابيتال على الاي كابيتال. دي المعادله بتاعتها. الاف سمول بكام؟ ما اعرفش، هو عايزها. على الاي سمول عندي 40 في 10 اس سالب 4. ليه؟ ما هي مساحه بالسنتيمتر مربع. يلا زائد الرو بكام؟ ب 800 في الجي عجله الجاذبيه ب 10 في الاتش ب 2.5 متر بتساوي. خد بالك بقى من الحته دي، خلينا نمسح بس دي كده عشان نعرف نكتب هنا. بتساوي اف كابيتال عباره عن ايه؟ عباره عن كتله في عجله، يعني 1500 في عجله الجاذبيه اللي هي 10 على الاي كابيتال اللي هي 2 من 10. وبكده يبقى احنا تقريبا خلصنا المساله. كل اللي باقي لك حضرتك رياضه، كلام فاضي بقى. يلا خد المقدار ده، هبقى الرياضه بتاع ابتدائي، هاخد ده ارميه هناك باشاره مختلفه، وبعد كده اضرب طرفين في وسطين واقدر اجيب له قيمه الاف سمول اللي الراجل عايزها. يبقى خد بالك من حته مهمه جدا، لما الاثنين يكونوا في مستوى واحد تقدر تقول اف على اف بتساوي ايه على ايه. انما لو واحد مرتفع عن الثاني ما ينفعش، لازم تكتب لي المعادله بتاعتك اللي بالصوره اللي حضرتك شايفها دي وتشتغل على طول بمشيئه الله عز وجل، والدنيا تبقى معاك تمام التمام. اكتفيت يا واد ولا لسه؟ يا مستر ما تقول لي طب مساله كمان. يلا بينا عشان يبقى انا كده سايبك وانا مطمن عليك. تعالى هنا كده نشوف المثال ده بيقول لنا ايه. بيقول مكبس هيدروليكي مساحتي مقطعيه. انا مدي لك مساحتين اهم. طبيعي يعني باين من القيم ان الاي كابيتال بتساوي 200 سنتيمتر مربع وان الاي سمول بتساوي 10 سنتيمتر مربع. وعجله الجاذبيه عندك. بص يا ابو ليه، انا عايزك تقول لي القوه اللازمه لرفع ثقل مقداره 1 طن بفرض عدم فقد في الطاقه. هو هنا الراجل عايز الاف سمول اللي ممكن ترفع، اللي ممكن تتسبب في رفع جسم على المكبس الكبير كتلته 1 طن. على فكره كده انا عندي اف كابيتال. ازاي؟ ما احنا قلنا بقى الاف كابيتال كتله في عجله جاذبيه. طب الكتله بكام؟ ب1 طن. يعني حضرتك 1 طن دي يعني 10 اس 3
في عجله الجاذبيه ب10 يعني يديني 10 اس 4 نيوتن. ادي قيمه الاف كابيتال. وهو عندي مساحات وانا عايز اف سمول، خلاص خلص. الاف كابيتال على الاف سمول بتساوي اي كابيتال على الاي سمول، ونشتغل يلا. هل في المساله هنا الراجل قال حاله مين مرتفع عن مين؟ ما قالش، يبقى خلاص هتعامل انه متزن، وفي حاله اتزان الاف على الاف بتساوي ايه على ايه. انما لو قال مكبس كبير مرتفع عن الصغير، لا، ما ينفعش اقول له اف على اف بتساوي ايه على ايه. اوعى تنسى السائل، الرو في الجي في الاتش، الثلاث حالات اللي قلت لك عليهم. الاف كابيتال عندي بكام؟ ب 10 اس 4، والاف سمول ما اعرفهاش. الاي كابيتال عندي ب 200، والاي سمول ب 10. يلا طرفين في وسطين، وهات لنا الاف سمول وقول لنا تطلع بكام. ايه اللون العره ده؟ اهو، خلينا نجيب لون تاني. يلا على آلتك ونقول له 10، يبقى 10 اس 5 اهي، 10 اس 4 في 10 على ال 200. فيروح يدي لك ان الاف سمول بتساوي 3796 يعني و8 من 10. ادي يا سيدي الاف سمول. يبقى احنا كده خلصنا الطلب الاولاني. الطلب الثاني عايز الفائده الآلية. الايتا عندك بتساوي ايه؟ اقول له بتساوي 100 نسبه. خد اي نسبه عندك. اقول له طب ما انا عندي مساحات اهي، يبقى الاي كابيتال على الاي سمول. الاي كابيتال بكام؟ ب 200، والاي سمول بكام؟ ب 10. يلا يا سيدي، فيطلع معايا ان الايتا بتساوي كام؟ بتساوي 20. ادي الفائده الآلية. ويبقى كده ادي الطلب الثاني. طب انا عايز الطلب الاخير بقى الثالث، وده مهم جدا. خليكم فاكرين ان الايتا ب 20 هنحتاجها واحنا بنحل دلوقتي. طيب خلينا نمسح الجزء اللي احنا خلصناه ده بس عشان المساحه معانا بس كده تبقى الدنيا ايه؟ تمام التمام. بص يا بيقول ايه؟ المسافه التي يتحركها المكبس الصغير بيتحرك مسافه او ازاحه اسمها واي واحد. عندما يتحرك المكبس الكبير بيتحرك واي 2. يبقى الواي 2 ب1 سنتيمتر، اما الواي 1 احنا عايزينها. وخد بالك ان احنا طلعنا الفائده الآلية من شويه ب20. يلا بينا. احنا اتعلمنا مع بعض ان الايتا بتساوي مين؟ بتساوي واي 1 على واي 2. الايتا عندي ب20، والواي 1 ما اعرفهاش انا عايزها، والواي 2 عندي بتساوي 1 سنتيمتر. يلا طرفين في ايه؟ في وسطين، فتطلع الواي 1 بتساوي 20 سنتيمتر. يبقى علشان المكبس الكبير يتحرك 1 سم قصادها المكبس الصغير يتحرك كام؟ 20 سنتيمتر. ولغايه هنا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من شرح وحل. جمعت لك كل الافكار اللي ممكن تجي لك ولميتها لك كلها في كام مساله وحلتهم معاك. الحقيقه ان المذكره بتاعتنا طبعا فيها افكار كتيره ومختلفه، كل ده بنحله مع بعض في السنتر. مش هقدر احله لك طبعا في الفيديو دلوقتي، ولكن انا حطيت رجلك على الطريق تقدر باذن الله بمشيئه الله عز وجل بعد كل اللي انا قلته انك تقدر تمشي بشكل كويس، وتقدر تمشي وتبقى فاهم انت بتعمل ايه، وتقدر تحل باذن الله. خلاص. ما تنسوش اول كلمه قلتها في الفيديو، انا محتاج بس دعوتك مش اكتر، وده هديه لحضرتك. ربنا يوفقكم وتكونوا دايما بخير وتكونوا دايما احسن وانجح. اشوفكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.